الاسباني اللي هو نزل في اخر دقيقه ده كان منزله عشان يشوط الضربه دي وضيعها، وربنا كرمك في اول 3 ضربات وسجلت الثلاثه. حلو، يعني انت كسبان 3-0، ضربه واحده بس تكسبك الماتش، حتى لو هم سجلوا بقيه الضربات، ضربه واحده بس بعد تسجيل مروان عطيه الضربه بتاعته الثالثه. شوف شكل لعيبه الاهلي وهي مطمنه خلاص ان احنا كسبنا. امام عاشور بيهرج هو وقفشه وكهربا وبتاع، وروح كهربا اللي هو لسه مضيع انفراد من كام دقيقه رايح شايط ضربه الجزاء بكل رعونه وبكل استهتار وعشان ياخد اللقطه، وهو اصلا ما يستاهلهاش، هو ما يستاهلش اللقطه دي. ازاي كهربا يشوط وعمرو السوليه لسه ما شاطش؟ ازاي كهربا يشوط وبيرسي تاو لسه ما شاطش والاثنين احسن منه في تنفيذ ضربات الجزاء؟ بأنهي منطق؟ عمر كمال عبد الواحد اللي استنزف جدا جدا بدنيا طوال المباراه بسبب ان هو لعب باك يمين وباك شمال، ما يشوطش اخر ضربه. ليه اخر ضربه اديها لعمر كمال عبد الواحد وانا عندي عمرو السوليه اللي لسه نازل فريق